بدون تهجم حتى لو انا مختلف. بما أن الإله موجود سبحانه وتعالى إذا لابد له رسالة. استحالة أن الإله يخلقنا ويتركنا دون أي نوع من الإرشاد. يعني أنا أضرب لك مثالا للتقريب الآن. لو أن امرأة حملت وأنجبت وبعد الإنجاب تركت هذا الولد، لا علمته ولا ربته ولا أرشدته ولا فعلت أي شيء أو قدمت له أي نوع من الاهتمام، ماذا توصف هذه الأم؟ مستهترة. مستهترة، عبثية، غير رحيمة، كلمات كثيرة. إذا كان هذا في حق المخلوق استهتار وعبثية، فكيف بحق الخالق سبحانه وتعالى أن تقولي خلقنا دون أن يرسل لنا رسالة وشريعة؟ إن هي ما معنى الشريعة؟ الشريعة هو القانون الذي ينظم حياتنا. بما أن الله سبحانه وتعالى هو خالقنا فهو أدرى بالذي يتماشى مع خلقتنا الإنسانية، فكيف يخلقنا ويتركنا هكذا بدون رسالة، بدون توجيه، بدون نبي يرشدنا، بدون وحي؟ سنضيع حرفيا. وصدقيني لو لم يرسل الله سبحانه وتعالى دينا ورسائل لن تجد أي انضباط في التاريخ. حتى الذي عندهم بعض الأخلاق وهم ليسوا مسلمين تجدينهم متأثرين بالأخلاق الإسلامية أو بالفقه. بما أن الإله